السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لو انت جديدة معايا في القناة وأول مرة تشوفيني يشرفني تشتركي معايا في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وتضغطي على الجرس اللي جنبيها وتختاري كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه إشعار، وكده تبقي انضميتي لعيلتنا الجميلة. هنعمل بقى النهاردة كده فيديو حلو كده وسهل وبسيط، يعني مش هنعمل روتين ولا اي حاجة من الكلام ده، هنعمل حاجة كده بسيطة جدا. هنعمل النهاردة طبعا الحمام بطريقة حلوة جدا بحشوة مميزة. هقولك ازاي على تركات بسيطة الحمام يطلع معاكي حلو كده، والحشوة بتاعته تطلع بمنتهى الجمال. وكمان هقولك ازاي الحمام ما يفرقعش منك بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تمام. بس اول حاجة كده، لو ما اشتركتيش يلا اشتركي في القناة وفعلي الجرس وشير بقى لاصحابك وحبايبك، وما تنسينيش باللايك بالله عليك. اللايك كده تسعدي قلبي وتفرحيني وتدعمي كده الفيديو باللايك، وكمان اللايك بيرفع الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. تمام. بس تابعي الفيديو للاخر عشان تعرفي ازاي هنعمل الطريقة بتاعه الحمام. هنعمل الحشوة بتاعته حلوة جدا ومميزة وبطريقة حلوة جدا وسهلة جدا، وكمان هنعمل الرز التحفة بتاعنا ده. تمام. وهقولك ازاي كمان الشوربة بتاعتك تطلع رايقة كده وتطلع لونها حلو وكمان تطلع طعمها حلو. تمام كده، شايفين بقى الجمال؟ بألف هنا للي كال وألف هنا للي شاف. تمام. فيلا بينا نخش كده على الفيديو، بس قبل ما نخش ما تنسيش تشتركي في القناة وتضغطي لايك، فنسمي الله كده ونشوف ايه عملنا ايه. معايا هنا بقى طبعا يا بنات الحمام، طبعا غسلاه كويس جدا ومنضفاه كويس ونقعاه وكله تمام. تمام. معايا كده اول حاجة دي القنصة، حطها كده على جنب وهقول لكم هنعمل بها ايه في الاخر. تمام. بس طبعا الفيديو خطوة بخطوة عشان هنشوفي هنعمل ايه، يعني كل خطوة مهم. معايا اول حاجة كده الرقبة، طبعا ما احناش عايزينها، يعني ملهاش لازمة في الموضوع، يعني بتعمل عقبة بس كده ايه في الحشوة بتاعة الزور وكده. فهناخد الرقبة كده بالشكل ده، هننزل بس الجلد كده بتاع الرقبة وبعدين هنقصها بالمقص. تمام. هنقصها كده، بس خلي بالك وانت بتقصيها ممكن تقومي قصة الجلد بتاع الرقبة فتبوظيها يعني وكده. فبالراحة خالص يعني ايه وانت بتعمليها عشان ايه ما تقطعيش الجلد بتاعها. تنزلي بس الجلد كده لتحت كويس وبعد كده ايه تقطعيها بالمقص. شايفين؟ تمام كده. انا عملت بقى كله بالطريقه دي، وطبعا مش هنرمي الرقبه، عايزه ترميها ارميها براحتك، مش هترميها خساره يعني. فهنحطها برضو في الشوربه معانا واحنا ايه بنسلق الحمام وكده. معايا اول حاجه هنا بقى ايه الكبد والقنصه بتاعه الكبد والقلوب عفوا. ومعايا كده كبدتين وقنصتين بتوع ايه فرخه يعني وكده. فقطعت الكبد لوحدها والقنص لوحده والقلوب برضو مع القنصه. ومعايا فلفل الوان ومعايا بصل كده مقطعاه خرط صغيره وحط عليه رشه فلفل اسمر. ومعايا طبعا البهارات فلفل اسمر كمون ملح، معايا جنزبيل، معايا قرفة، معايا 7 بهارات، معايا اللهم صل على سيدنا محمد ورق لوري مطحون، ومعايا جنزبيل. تمام. دي البهارات اللي معانا. جينا هنا بقى للبوتاجاز، معايا كده شويه زيت الاول في الحله بتاعته طبعا ومسخنينه، وهننزل ب3 مكعبات من الزبده. واول حاجه هننزل بيها هي القنصه. طبعا القنصه بتاخد وقت على ما بتستوي، فلازم اول حاجه ننزل بيها كده هي القنصه والقلوب. زي ما قلت لكم ان انا معايا قنصتين من بتاع الفراخ عادي جدا ما فيش فيها اي مشكله، وكمان القلوب بتاع الحمام، لان طبعا احنا واخدين كل القنص بتاع الحمام حاطينه على جنب هنستعمله في الاخر، هقول لكم هنستعمله في ايه. شوحنا القنصه كويس جدا ولغايه ما يعني ايه تغير لون كده وتبتدي تخش في السوا شويه. تمام. هننزل بقى ب4 بصلات متوسطين كده او ممكن بصلتين كبار على حسب البصل المتاح عندك، بس عايزين كمية بصل حلوة يعني. تمام. طبعا كنت حاطه رشه فلفل اسمر على البصل فبتخليه يدبل كده وينزل شويه صغيرين ميته. فمش عايزه اقول لكم مع يعني البصل مع الفلفل الاسمر بقى لما بيتشوح بيدي ريحه جميله جدا وبيدي كمان طعم حلو. تمام. هشوح بقى كده البصل مع الكبد او القلوب، وبعد كده نزلت بمعلقه ورق لوري مطحون، بتدي برضو ريحة حلوة كده مع البصل والكلام ده كله.
هشيل بقى الكلام ده كله كده في جنب عشان هنزل بالقنصة بتاعتي. ما ينفعش انزل بالقنصة بتاعتي كده على البصل والكبد والقلوب، فلازم ادي لها صدمة كده عشان الزفارة بتاعت الكبدة وكده. القلوب والقنصة طبعا انا مقطعاها قطع صغيرة عشان اللي هي تستوي، لكن الكبد مقطعاها تقطيعة كبيرة، لان الكبد بقى ما بتاخدش وقت في السوى، وكمان عشان ما تتهراش معاك. فالقنص والقلوب مقطعهم حتت صغيرة، لكن الكبد مقطعها يعني حتة كبيرة وكده. بعد ما الكبد بقى غيرت لون كده ونشفت من الدم بتاعها، طبعا هديها بقى تقليبة كده كله مع بعض، وهنزل بقى بالفلفل الالوان معاها. لو بتحبي في الموضوع فلفل سبايسي او حاجة حراقة، ممكن تحطي قرن فلفل حراق براحتك عادي، يعني المتاح عندك حطي. احنا طبعا ما بنحبش الحراق، فحطيت فلفل رومي عادي الوان. تمام. نزلت كده بمعلقة من الصلصة، وبرضو هديها تشويحة حلوة كده. عايزة اقول لكم بقى في المرحلة دي الريحة مش عايزة اقول لكم كانت عاملة ازاي، طبعا يعني الصورة تتحدث عن نفسها. تمام كده. هديهم بقى تقليبة، وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي اللي انا قلتها لكم قبل كده، وهديهم برضو تشويحة مع بعض. شوح فيهم عشان كله كده ياخد من البهارات. بعد كده بقى هننزل بالرز بتاعنا. رز طبعا غسلينه وكنا نقعينه شوية ومصفينه. هننزل بالرز، وبعد كده برضو هنديهم تقليبة. ممكن لو عندك صويا صوص او دبس رمان تحطي شوية، هيخلي اللون معاكي بني اغمق شوية برضو. لو مش عندك عادي براحتك، بس هو بيخلي اللون معاكي بني شوية. تمام. هو هنا بني بس فاتح. هنزل بقى كده بمية سخنة، يعني تتشرب كده. طبعا احنا مش هنسوي الرز قوي، يعني احنا هنسويه 3/4 سوا. فهديه كده شوية مية سخنة، واديهم تقليبة كده، واسيبهم على نار متوسطة تتشرب المية بتاعتها، وكمان تاخد ال3/4 سوا بتاعتها. خلاص كده اهو، نار متوسطة، وهنغطي بقى ونسيبها تتشرب المية بتاعتها. خلاص هنا كانت اتشربت المية اهي، وخدت ال3/4 سوا بتوعها. شايفين ما شاء الله، يعني الرز حلو كده ومفلفل، لا معجن ولا اي حاجة. هاخد بقى شوية كده في حاجة يعني تانية، ان انا احشي بيهم الحمام. مش هاخد يعني الحلة كلها عشان ما زفرش الدنيا دي كلها، فهاخد بس حاجة على القد، لو احتجت هاخد تاني. مش هاخد كتير عشان ما يتفضلش مني رز وكده. خلاص هنا انا طبعا مطفية النار، هسيب ده بقى على جنب، وبعدين هرجع اقول لكم هنعمل فيه ايه. معايا هنا الرز بتاعي اهو، هسيبه بس يهدى شويه، وبعد كده احشيبه الحمام. هنا طبعا كان هدى عشان ما يبقاش مثلا سخن على ايدك او كده، فسيبيه لما يبرد خالص، وبعد كده ابتدي ان انت تحشي بيه الحمام بتاعك. تمام. ممكن الخلطه دي كمان تعمليها في الفراخ المحشيه. ممكن تعملي الخلطه دي وتجيبي فرخه حلوه كده محترمه بنت ناس، وتحشيها برضو بتبقى تحفه بصراحه. تمام. فهنا هحشي بقى الحمام بتاعي كده، ومش هكبس الحمام قوي. طبعا انا مفرغه تحت الجلد بتاعه، فما تكبسيش الحمام يعني تمليه حشوه فتيجي تحطيه ان هو يستوى، فالرز هيزيد قوي، هيقوم مفرقع معاك. فخليه كده زي ما اكنك بتحشي ممبار، فالحشوه بتاعتك يعني تبقى تحت المتوسطه كمان. تمام. ما تبقاش ملياها اللي هو قوي، تبقى مليانه يعني نصها مثلا كده، نص الحشوه كده مثلا في الحمام. طبعا معانا بقى القنصه اللي انا كنت قايله لكم من الاول سايبينها على جنب. هاخد القنصه كده احطها في المؤخره بتاعه الحمامه، واقفل عليها الرجلين. لكن الرقبه دي هقول لكم كمان شويه هنعمل فيها ايه. هنقفل الرقبه، ممكن تسيب الرقبه كده براحتك وتسقطيها في الشوربه، او ممكن تعملها زي ما هنعملها كمان شويه. تمام. هرجع بس كده الجناحات لورا، كتفها كده خلاها مؤدبه كده، وتربع ايديها بس لورا، وبالشكل ده. تمام. هنا برضو هحشي واحده معاكم تانية اهي. دي كان زورها ضيق شويه، هبطتني على ما حشيتها، بس تمام يعني. هبتدي ان انا احشي كده، وانزل كده بصباعي تحت الجلد، وكمان في الزور. تمام. ما تمليش الحمامه معاكي قوي عشان ما تفرقعش منك. طبعا الرز 3/4 سوا، فما يتحط في الشوربه هيزيد معاكي، فيعني وممكن يزيد كمان بزياده، فعشان ما يفرقعش منك ويبوظ لك الحمامه، والشوربه معاكي تبقى ملانه رز. تمام كده اهو. عشان بس الحمام معايا زورها ضيق، فكانت صعبة شوية في الحشو.
هتمسكيها كده بصباعك وتفتحيها اللي هي فتحة الممبار اكنك بتحشي ممبار. تمام بالشكل ده اهو. وبنزل كده ايه بايدي بكبسها كده ببططها بمعنى اصح يعني بالعامية. تمام كده اهو. شايفين عاملة ازاي؟ مش ملانة قوي عشان اما تستوي معاكي تبقي مرتاحة. بالشكل ده برضو هملاها كده من المؤخرة بتاعتها وبرضو مش ملياها قوي، يعني لو ملاحظين ان هي باينة معاكم في الكاميرا مش مليانة قوي. هجيب برضو القنصة واحطها وادخل رجليها كده اهي. انفضها بقى من اي رز عليها، ما اخليش عليها ولا حبايه رز، يعني انضفها خالص من الرز الزياده اللي بيبقى على الحمامه من بره. شايفين ما شاء الله يعني حاجه زي العسل. يلا بقى لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني بامر الله. هنا برضو اهو بحشيها بالشكل ده. طبعا انا عندي كام واحده كده زورها يعني وانا بنضفها كان فتح معايا شويه، بس هنعالجها في الاخر. برضو بملاها كده من المؤخرة بتاعتها 3/4 يعني مش قوي يعني. وبرضو احط القنصة واقفل ايه بالرجلين. القنصة بقى عشان ايه ما تخرجش رز من ورا وكده. تمام كده اهو. هعمل انا بقى الباقي ده مع نفسي. رجع برضو الجناحات بتاعتها لورا، عايزة تسيب الجناحات لقدام براحتك عادي، بس هي بس عشان ايه تبقى حاجة كده سندها وانت حطها في الحلة، تبقى حاجة ايه سندها كده من الظهر. طبعا هنا بقى كنت اللي هو الحتت المفتحة في الزور جبت خيط وإبرة نضاف وقفلتهم كده بالشكل ده، وكمان عملت على رجليها عشان وهي بتستوي رجليها ما تتفتحش مني وكده. معايا حلة طبعا على النار مسخناها وحاطه فيها شوية مية صغيرين عشان بس ايه الحمام مثلا ما يلزقش مني من تحت او الجلد يتسلخ وكده. حاطه بس شوية مية في الحلة كده من تحت حاجة بسيطة لا تذكر. وبنزل بالحمام على ظهره، ما بنزلش بالحمام على الصدر بتاعه. هتحط الحمام على ظهره عشان ما يتفتحش منك. تمام. هنزل بقى بطماطميايه وهنزل ببصله وورق لوري وليمون مجفف او لومي وكمان عودين قرنفل ورشة فلفل اسمر. ما تكتريش بهارات عشان البهارات بتغمق معاكي الشوربة وبتغير طعمها. فهي حاجات بسيطة كده هتدي معاكي الشوربة لون حلو وطعم حلو ومميز. حطيت اللهم صل على سيدنا محمد طماطميايه وبصلايه وورق لوري وحبهان ولومي وكمان عودين من القرنفل. طبعا على نار متوسطة هنسيبهم كده وايه لغاية ما ياخدوا كده ويدوا مع بعض. جينا بقى للرز اللي هو كنا عاملينه 3/4 سوا. زودت شوية ملح وزودت شوية مية سخنين واديتهم تقليبة وهحطهم برضو على نار يعني متوسطة كده ان هم يكملوا السوا بتاعهم. تمام. هنا بقى الحمام بعد ما خد تشويحة حلوة كده هيجي في جنب كده بعيد عن الحمام، مش هنزل على الحمام عشان ايه ما يفتحش منك. طبعا معايا مية سخنة لو عندك كتل تمام، بس انا بصراحة ما بحبش الكتل بخاف منه يعني وكده، فبسخن مية على البوتاجاز. معايا مية سخنة بقى حطيت كده في جنب وظبطت كده معيار الشوربة بتاعتي او المية اللي الحمام هيستوي فيها. وهعلي النار يغلي غلوة يعني يغلي غلوة بس كده بالراحة. وبعد كده ههدي النار على نار متوسطة. ما تسيبيش الحمام على نار عالية عشان ما يقعدش يغلي معاكي، فكتر الغليان بقى والبقبقة والكلام ده كله هيخلي الحمام يفتح منك. تمام. فطول ما الحمام بيستوي يبقى على نار متوسطة او يمكن اقل من المتوسطة كمان شوية. هنا الحمام كان ما شاء الله يعني استوى معايا، وشايفين لو ملاحظين ان انا عاملاه كله على ظهره يعني صدره لفوق وظهره هو اللي لتحت. هنا كنت حطيت بقى الملح بتاعي هيغلي غلوة كده وبعد كده اطفي عليه. شايفين ما شاء الله الشوربة رايقة كده وحلوة ولا ريم ولا اي حاجة من الكلام ده كله. هنا خلاص كنت طفيت عليه. هبتدي بقى ان انا اشيل الحمام بتاعي كده بالراحة خالص وانتي بتشيليه عشان بيبقى مستوي، يعني احنا بنحب الحاجة مستوية جدا يعني. فبالراحة وانت بتشيليه عشان مثلا اي نغزة منك من المعلقة او من النشابة اللي انت بتشيلي بيها هتقوم فاتحة معاكي الحمام. بالراحة خالص وانت بتشيليه. واول ما تطفي النار شيلي الحمام ما تسيبهوش في الشوربة عشان مثلا بيكمل سواه. بتبقى الشوربة سخنة وانت قافلة الغطا فبيكمل سواه، فممكن يتفتح منك او يتهرى او يحصل له حاجة. تمام. شايفين الشوربة ما شاء الله رايقة كده وحلوة وزي الفل، والحمام كمان مستوي اهو
ولا حاجة فرقعت ولا حاجة فتحت ولا اي حاجة، ولا حتى مخرج حباية رز، ما شاء الله يعني اللهم بارك. تمام كده. جينا هنا لمرحلة التحمير، عايزة تحمريه تحت الشواية في فرن البوتاجاز. هتجيبي شوية زيت على شوية كركم او شوية فلفل اسمر وتدهنيه كده الحمام وتحطيه تحت الشواية. لو انت خايفة ان انت تحطيه في الزيت ويفرقع منك ويتفتح منك برضو، تمام، ممكن تحمريه تحت الشواية. عايزة تحمريه برضو في شوية زيت وحتة سمنة كده بلدي او حتة سمنة صناعي، حاجة كده تدي لون بقى وطعم وحركات بقى اللي هي فلاحي فلاحي يعني، براحتك. انا هنا حطيت شوية زيت وحتة سمنة كده، اي نوع سمنة بقى انت بتحبيه وبتستعمليه يدي ريحة كده وطعم. انا عن نفسي بشجع روابي بصراحة، تدي ريحة وطعم مش عايزة اقول لكم بتعمل يعني فظيعة بصراحة. فاديته هنا طبعا تحميرة، حطيته كده في الزيت ومعلقتين السمنة وغطيته بغطا من بتاع الحل. هنغطيه بغطا ليه بقى؟ عشان مثلا مع الفرقعة بقى والطشطشة والكلام ده كله حاجة تيجي عليكي لا قدر الله او كده، وكمان بيبهدل البوتاجاز وبيبهدل الدنيا. فامان ليكي يعني ايه، حطي غطا على اي حاجة انت بتحمريها، فراخ بقى حمام كلام من ده كله. في حاجات يعني لازم تكون مكشوفة. طبعا شايفين بقى ما شاء الله يعني بعد ما اتحمر لون بقى وريحة وطعم مش عايزة اقول لكم، رشة فلفل اسمر بس كده على الوش ويا سلام بقى. جينا هنا بقى للحظة الحاسمة، لحظة التقديم. شايفين بقى الجمال، حطيت طبعا طبقة كده من الرز بتاعنا تحت الحمام ورصيت عليها الحمام، عملتها كفرشة كده تحت الحمام، والشوربة معايا ما شاء الله كده رايقة كده وعاطية لون حلو وطعم مش عايزة اقول لكم يعني بصراحة. الف هنا للي كال والف هنا للي شاف. والرز كمان كده مستوي معايا وكمان مفلفل كده وطعمه جميل بصراحة. شايفين بقى ما شاء الله. لو عايزين تغمقوا اللون بتاع الرز يبقى لون بني داكن كده، حط صويا صوص او اللهم صل على النبي دبس رمان، هتغمق معاكي اللون وكمان هتديكي طعم حلو كده. فشايفين ما شاء الله. ده كان فيديو النهاردة، يا رب كده يكون فيديو سهل كده وبسيط وقدرت افيدكم ولو بمعلومة صغيرة. هي تركات كده بسيطة وحاجات بسيطة تخلي الحمام معاكي طعمه زي الفل وكمان ما يفكش منك. اهم حاجة بس تتبعي الخطوات وتعمليه خطوة بخطوة زي ما انا قلتلك، هيطلع معاكي مظبوط ومية مية. تمام. والرز من جوه بقى ما شاء الله كده مستوي، والله كان تحفة بصراحة. بألف هنا للي كال يا رب وألف هنا للي شاف. هنا بقى أكون وصلت لنهاية الفيديو، يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة، واستنوني في فيديوهات تانية كتير بأمر الله. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وشير بقى لأصحابكم وحبايبكم وجيرانكم وجيران الجيران. تمام. فما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وشير بقى، وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك. تمام. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، واستنوني في روتينات وفيديوهات تانية كتير جدا جدا جدا، وسلام عليكم.